بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ألف مليون مبروك يا أهلاوية. النادي الأهلي طبعا بيفوز ببطولة أفريقيا للكرة الطايرة للمرة ال16 في تاريخه، وبيروح كأس العالم للأندية إن شاء الله هتكون في الهند إن شاء الله بإذن واحد أحد كده. طبعا بعد فوزه على فريق بوسالم، نسيت أقول لكم النقطة ديت يعني لأنها نقطة مهمة جدا بالنسبة لي. فاز على فريق بوسالم طبعا 3-0، حامل اللقب. كان السنه اللي فاتت خد البطوله من نادي الزمالك. يعني الف مليون مبروك يا اهلاويه. ودايما كده الاهلي ان شاء الله يفرحنا، ودايما كده على طول بطولات وانجازات وتاريخ وحاجات ما حدش يعرف يعملها غير النادي الاهلي. حاجات ما حدش يعرف يعملها غير النادي الاهلي. طبعا كده الحمد لله. النادي الاهلي ان شاء الله السنه الجايه هيشارك في بطوله كاس العالم للانديه لكره القدم باذن الله. نتمنى ان شاء الله باذنك يا رب ان هو كمان ياخد بطوله افريقيا عشان يبقى خدنا البطوله القاريه ان شاء الله. فريق الطايره اهو الحمد لله هيلعب برضو كاس العالم للانديه. الحمد لله برضو فريق اليد هيلعب ان شاء الله كاس العالم للانديه بعد ما خد السوبر الافريقي طبعا قدام فريق نادي الزمالك. وان شاء الله في انتظار بس فريق السله يبقى كده. متهيألي على ما اعتقد ان هي ما حصلتش قبل كده مع اي نادي، ان كل الفرق الاربع فرق بتوع العاب الصالات وكره القدم ان هم يوصلوا بطوله كاس العالم للانديه ويكونوا واخدين كل البطولات الايه القاريه اللي موجوده. فاتمنى ان ده تحصل لان الاهلي يستحق كده، والاهلي يستحق ان هو يكون دايما هو الرقم القياسي بتاعه هو اللي يكون موجود متسيد، هو رقم واحد. هو يعني هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي دايما معودنا على كده، معودنا ان هو دايما يكون رقم واحد. رقم واحد في كل حاجه، رقم واحد في كل حاجه. وان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي كده الفتره اللي جايه باذن واحد احد ويفرحنا دايما، وان شاء الله نكون منتصرين معاه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.